اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا. النهارده موضوع خطير وهام جدا، ما هو الا ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض الحل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه الى اراضي سيناء والاردن. كمان احنا شفنا ترامب هيبتدي يفرض على مصر بعض العقوبات. طبعا انتوا عارفين ان ترامب خرج من منظمه الصحه العالميه، وفي حاجات تانية هيترتب عليها. يعني برنامج المساعدات اللي كانت بتاخده مصر، في ناس بتقول صوت بيقطع. يعني البرنامج اللي كانت برنامج المساعدات اللي كانت بتاخده مصر من برنامج الصحه العالميه لعلاج فيروس سي، ده خلاص كده مش هيجي تاني. في حاجات تانية مهمة، ان الرئيس المصري عايز اقول لكم كلمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي ده ذكر الشرق الاوسط، ذكر المنطقة، والكلام مش من فراغ، كلام عملي. الراجل دوت وقف قدام اقوى دولة في العالم واقوى رئيس جمهورية في العالم وقال له لا. وقالها بمنتهى الصراحة جالية قدام العالم كله. خش على الفيس، الفيس اهم. لا يمكن ان نشارك فيه. أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالبساس بالأمن القومي المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب في تحقيق السلام، التوصل إلى السلام المنشود القائم. دي رسالة قدمها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة اطمئنان للشعب المصري. قال لهم ما تخافوش، اطمنوا، ما تخافوش، اطمنوا. احنا جيشنا قوي، جيشنا عظيم، لن نرضخ لأي مطالب تفرض سيادة غير السيادة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع طمن شعبه، طمن منطقة الشرق الأوسط كلها، لأن الجيش الوحيد اللي بيتعمل له حساب على مستوى علي الصوت عندك يا يوسف. عليته. لأن الجيش الوحيد اللي على مستوى الشرق الأوسط بيتعمل له حساب هو الجيش المصري. قيادة سياسية قوية، قوات مسلحة على أعلى درجات الجاهزية. كمان هنشوف شوية حاجات، شوية صور ضباط المخابرات المصريين اللي بيرسلوا رسالة اطمئنان لأهالينا في قطاع غزة. قلب الصور بتاعت صور رجال المخابرات في قطاع غزة. السيسي هو الذكر الوحيد اللي في المنطقة موجود. لازم تفهموا الحتة دي. دلوقتي جيش بيلاقوا، محتاجكم، ادعموا جيش مصر الوطني. كل واحد قدام التليفون بتاعه ادعم جيشك بكلمة. ندعم قواتنا المسلحة المصرية. احنا عندنا شباب زي الورد في قطاع غزة دلوقتي، ربنا يحميهم ويرجعهم بالسلامة. رجالة المخابرات العامة المصرية. اللي حصل ان الرئيس ترامب رئيس امريكا اخترع مكالمة بينه وبين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على فكرة المكالمة دي مكالمة وهمية. الاتصال اللي دار بين وزير الخارجية الأمريكية مع وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، وكمان اتصل السفير الخارجية الإسرائيلي بالسفير بدر عبد العاطي، وقال على الاقتراح بنقل سكان غزة لسيناء. طبعا تم الرفض وبمنتهى الشدة وبمنتهى الحزم
طلعنا بعديها لقينا ترامب اخترع واصطنع مكالمة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي مكالمة وهمية، مفيش مكالمة حصلت ومفيش عرض اتعرض على الرئيس، ولكن ده شغل السوشيال ميديا. طب انتوا بقى مش عايزين؟ طب احنا هنشوف رأي الشارع، لأن في بعض الفئات المندسة داخل المجتمع المصري والذي لهم بعض الخلفيات وما يسمون بالخلايا النايمة لجماعة الإخوان المسلمين، عايزينهم ينشطوا، لأن القيادة بتاعتهم في بريطانيا واللي بتديرهم المخابرات البريطانية. الفيلم كبير قوي يا جماعة، الموضوع فعلا كبير. لازم كلنا ندعم قواتنا المسلحة، جيش مصر الوطني، حتى لو في خلاف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو انت شايف ان في تقصير في الناحية الاقتصادية، الراجل بيعمل على قد ما يقدر. لازم تفهموا الحتة دي، الراجل ما قصرش في حاجة. الراجل لا باع ولا خان ولا فرط، زي ما في بلاد في بلاد فرطت في الارض والعرض. الراجل ده متمسك بتراب مصر واراضي مصر، والمدافع الاول والذكر الوحيد اللي دافع عن القضيه الفلسطينيه بقلبه وبقلب المقاتل الجريء الشجاع. لازم كلنا ندعم الجيش المصري، لازم كلنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي مش وقت خلاف، دلوقتي ممكن كلنا الرئيس يؤمر تاني يوم نبقى كلنا على الجبهه. احنا مش دولة لا بنفرط في سلاحنا ولا بنفرط في عرضنا، افهموا ده كويس. في دول جيوشها سقطت قدام عينيها، بقوا عبيد في بلادهم. اسرائيل بتلعب مراجيح في بلادهم. العلم الاسرائيلي علقوه عفوا، علقوا العلم الاسرائيلي على محافظات كامله. فلو انتوا عايزين يبقى ده مصير مصر، اعتقد لا. يبقى عشان ما يبقاش ده مصير مصر، لازم كلنا نتحد تحت القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندعم قواتنا المسلحه. في اخبار كتيره. اسرائيل النهارده منزله الفيديو اللي وريت لكم الصور بتاعته، ان ضباط المخابرات العامه المصريه في قطاع غزه. وعلى فكره اللي نزل الفيديو دوت دي قناه الجزيره، اللي ياما شككت في امانتنا وولائنا بالقضيه الفلسطينيه، اللي ياما شككت في قواتنا المسلحه، دلوقتي تعترف ان القوه الوحيده اللي موجوده بتدافع عن قطاع الشرق الاوسط كله، حكام وشعوب، هو الجيش المصري. هو الجيش المصري. رجالتنا رجاله المخابرات العامه المصريه، احنا شفناهم النهارده، وريت لكم صورهم واقفين بيلعبوا مع الاطفال وبيهزروا مع الاطفال، حاجه في منتهى الروح المعنويه العاليه اللي بيدوها لاهالينا في غزه. مش بس دورهم دور امني، لا ده دور كمان دور انساني. طول عمر مصر بتلعب دور انساني مع فلسطين، ولكن بعض الاعلاميين بيحاولوا يشوهوا هذه الصوره. احنا شفنا طبعا السلطه الفلسطينيه، وشفنا قياده حماس لما طلعت شكرت في الجيش المصري وقالوا نثمن الدور اللي بتلعبه مصر والمجهودات اللي بتلعبها مصر في عدم تهجير اهالي غزه الى سيناء والاردن. خلي بالكم مصر هي المحور اللي موجود في المنطقه. ما ينفعش مصر تسقط ابدا، لن تسقط مصر طول ما عندها شعب واقف ورا جيشه. احنا مش جيش مرتزقه، لا،
ده انا ابن خالتي في الجيش، ابن عمتي في الجيش. ها زي برضو ما حضراتكم قاعدين بتتفرجوا هتلاقي ابنك في الجيش، اخوك في الجيش. فانت بتدعم اهلك، ما بتدعمش ناس مرتزقه. ادعم جيشك، ادعم قواتك المسلحه. هذا الوقت مش وقت اختلاف، لازم تفهموا الحته دي. ده وطن مصير، حضاره 7000 سنه في ايدين المصريين. حضاره 7000 سنه. اسرائيل طول عمرها تريد العبث بالمقدرات المصريه. اوعوا تدوا فرصه لحد يلعب بمقدرات مصر وبآمال مصر وطموحات مصر في بناء دولة جديدة عظيمة ابتدت النواة بتاعتها في العاصمة الإدارية الجديدة. شفنا دلوقتي العشوائيات ابتدت تنتهي، تخلص، مبقاش في عشوائيات عندنا، صح؟ ولسه ما زال حياة كريمة، حياة كريمة. موضوع التكافل والكرامة، حاجات كتيرة قوي الدولة عملتها، حاجات كتيرة قوي شفناها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ترامب مش بس هيمنع المنحة التعليمية ومساعدات الجامعات بتاع الجامعة الأمريكية. انتوا عارفين ان كان حوالي 2000 طالب بيدرسوا في الجامعة الأمريكية راحوا المحاضرات امبارح، رجعوا لقوا الشنط بتاعتهم متكيسة ومربوطة، ويلا رجالة على ايه؟ على بيتكم. تخيلوا دول قعدوا في البيت 2000 طالب. أمريكا بتقول لو مصر والأردن، لو مصر والأردن ما وافقوش على التهجير هنفرض عليهم عقوبات. ترامب لما انسحب من منظمة الصحة العالمية وكده خلاص مش هيجي لنا المساعدات اللي كانت بتيجي زي القضاء على فيروس سي. الرئيس المصري لازم تفهموا الحتة دي، ان الرئيس المصري ده الوحيد اللي وقف قدام الدنيا كلها وقال لا. قال لا، بيحافظ على شعب غزة، بيحافظ على القضية الفلسطينية، بيحافظ على مقدرات أهالينا في فلسطين. فلسطين لو اتهجرت، غزة لو قطاع غزة اتهجرت مش هيرجعوها تاني. لأن إيه؟ اتقال إيه في الكلام؟ اتقال إن إحنا هنهجرهم 10 15 سنة. 10 15 سنة يعني أنت رحت اتجوزت وخلفت وبقى عندك عيال وخلاص، أنت نسيت أراضيك، نسيت وطنك. لكن مين بقى اللي باصص للجوهرة العظيمة اللي اسمها فلسطين ومستحيل تفرط فيها؟ إسرائيل. تكرهك عشان تمشيك. زي ما عملوا في القنيطرة في سوريا. عملوا ايه في القنيطرة في سوريا؟ قطعوا الكهرباء وقطعوا النور، قطعوا المية، قطعوا جميع المرافق اللي ممكن تساعدك على الحياة. ليه؟ عشان أهالي القنيطرة يهاجروا ويسيبوها. فاهمين اللعبة؟ إسرائيل لما بتدخل أرض ما بتسيبهاش. ما بتسيبهاش. كمان مصر النهارده واقفة وبمنتهى القوة. وفي دولة خارجية مش هنقول اسمها، مش هنذكر اسمها، مش عاجبها إن مصر واقفة ضد أمريكا أو في وش أمريكا. مش هقول مين هي، لأن هي مش مشكلتي. لكن الرئيس شايل روحه ورقبته على كفه، على كفه. فاهمين؟ ولادنا رجال المخابرات العامة المصرية اللي قاعدين في غزة هناك دلوقتي حاطين رقبتهم على كفهم. فدول لازم ندعمهم. انتوا عارفين آخر رئيس عربي قال لأمريكا وإسرائيل لأ كان مين؟ وإيه مصيره؟ كان صدام حسين في العراق. العراق حصل فيها ايه؟ صدام حسين حصل فيه ايه؟ فاحنا مش هنتخلى عن رئيسنا، مش هنتخلى عن جيشنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة المصرية تاج على رؤوس كل مصري، بل على رؤوس كل عربي. فهموا الحتة دي؟ مصر هي الزمام بالأمان، هي الأمن والأمان.
لو مصر وقعت كل الدول العربية هتقع، لأن كلها هشة، دول بلا جيش، دول بلا جيش، أبدا لن تسقط مصر. دايما نبقى الحائط والسند والظهر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة. كمان في حاجات عايزين نشوفها، ان في دولة خليجية كده موجهة ليها بعض الكلمات، وان الامر ده بيهدي، يعني شبه ايه، مش بيهدده بس، يعني خدي بالك، ده الامر ده بيهدد المنطقة كلها. الامر ده بيهدد المنطقة كلها واستقرارها. لو اهالي غزة خرجوا من فلسطين، وان القيادات العسكرية مش هتقف او مش هتوافق على الكلام اللي بيقولوه ده، كل قياده عسكريه عربيه رافضه تماما تهجير اهالي غزه، ان هم يتركوا اراضيهم. مش شرط يهاجروا لمصر، مش شرط يروحوا سيناء، مش شرط يروحوا الاردن، مش شرط. المهم اهالي غزه ما يسيبوش غزه. فاهمين؟ اهالي غزه ما يسيبوش غزه. كل دولة ليها أهلها اللي بتحميها. بدون أهالي غزة مش هيبقى في فلسطين. دي كويس. وعلى فكرة، إذا كنت حضرتك مختلف أو أنت مختلفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الأزمات الاقتصادية، قلنا إن شاء الله الأزمات الاقتصادية، مصر في تطور مستمر، والحياة دلوقتي بقت أفضل السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت افضل من اللي قبليها في كل مادة، في انجازات وفي تطورات وفي استثمارات داخله مصر. فمش عايزين نوقف عجله الانتاج وعجله الاقتصاد اللي ماشيه. انتوا عارفين ان في مجله بريطانيه مطلعه ان مصر هتبقى السابع على مستوى العالم سنه 2030 اقتصاديا. تخيلوا دي، لان الرئيس ابتدى ينظر الى ايه؟ الصناعه، إلى التطوير، إلى العلم، إلى الثقافة، فنساعده ونقف معاه. كمان في مجلة روزالين بوست الإسرائيلية بتقول إن ترامب، ما تنزلي ايدك شوية، ليه كده يعني؟ ليه هعمل كده؟ روزالين بوست بتقول إن ترامب اصطنع مكالمة وهمية، خلي بالكم الحتة دي، مع الرئيس المصري، وانه ادعى ان الرئيس وافق على تهجير اهالي غزه الى سيناء. طبعا الكلام ده اونطه، ومفيش الكلام ده اصلا حصل. ده ترامب تقريبا نام وصحي حلم ان هو اتصل بالرئيس، لكن مفيش مكالمات حصلت، والرئاسه بتاكد هذا الكلام، اصطناع ترامب للمكالمه. بس اللي حصل ان وزير الخارجيه الامريكي اتصل بوزير الخارجيه المصري، وزي ما قلت لكم في البدايه وزير الخارجيه الاسرائيلي كمان اتصل بوزير الخارجيه المصري، السفير بدر عبد العاطي. فكان الرد احنا مش موافقين على تهجير اهالي غزه من مكانهم. تمام؟ طبعا الكلام ما خلصش على كده، بس ايه بقى، ايه احنا هنقول لمصر تعمل ايه وما تعملش ايه، وممكن نسدد لها ديونها. شوفوا الاغراءات، الجزره والعصايه، خلي بالكم. مصر عليها 150 مليار دولار، هنشوف دوله عربيه تدفعهم. دوله عربيه يعني من دانه وفتنه، خلي بالكم. وبمناسبه الدول العربيه والمواقف اللي بتتخذها مصر الوطنيه الشريفه العظيمه تجاه القضيه الفلسطينيه، في موضوع جارحني قوي، تعبني من جوايا. انتوا عارفين كان عندنا ازمه اقتصاديه، كانت مصر الاقتصاد المصري كان محتاج 10 مليار دولار. 10 مليار دولار. الدول العربيه باعت واشترت فينا بمعنى الكلمه. عارفين ترامب قلب السعوديه في 600 مليار دولار بمكالمه تليفون. تخيلوا دي بقى.
طبعا السعوديه من حقها هي وشأنها تشوف مصالح بلادها، هي حره. انا يعني انا مش معارضه في الكلام ده، وكل دوله حره في وطنها وفي شعبها. انت كرئيس او ملك او امير او حاكم، انت اهم حاجه عندك في حياتك شعبك، زي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهم حاجه عنده في الدنيا شعب مصر والدفاع عن القضيه الفلسطينيه. دي رسالته، دي رسالته في الحياه. والراجل ما قصرش، بالعكس الراجل ساند القضيه الفلسطينيه بمنتهى القوه. ولولا الرئيس والجيش، الجيش المصري صدقوني كانت القضيه الفلسطينيه دي انتهت. بعدين كمان ايه بقى؟ في وثيقه بيصدروها لنا دلوقتي الاعلام الاسرائيلي، طالعه من معهد الامن الاسرائيلي، بتقول ايه بقى؟ بتقول ان هنصدر فكره دوله من لا شيء. دي دراسات معموله، اللي هي خط التجاره الجديد اللي عايزين يعملوه، خط التجاره الهندي. يقول لك خط التجاره الهندي ده هيدخل على الامارات، ومن الامارات هيدخل على السعوديه، على مواني تل ابيب، وبعد كده اسرائيل تبتدي تصدر بره، ومصر هنسدد لها ديونها عشان تقبل بخط التجاره الخليجي الايه؟ الخليجي الايه؟ الاسرائيلي. ده معهد الدراسات الاسرائيلي اللي مطلع الكلام ده. دي وثيقه على فكره. وبيقول لك عشان مصر تقبل الكلام ده هنشوف دوله عربيه تدفع لها 150 مليار دولار الايه؟ الديون عليها. ساعه لما كنا محتاجين 10 مليار دولار عشان نسند اقتصاد مصر ما لقيناش حاجه. فاكرين لما الرئيس طلع في احدى المؤتمرات وقال بعد اللي حصل في سوريا، قال اعمار سوريا مش هيتكلف اقل مثلا من 300 400 مليار دولار. قال مفيش دوله في العالم هتكرمش لك في ايدك كده 300 مليار دولار. فانت تعتمد على ذاتك. انا اللي عاجبني الرئيس عبد الفتاح السيسي ده، عاجبني في حاجه واحده. انا نفسي اسال الراجل ده يعني ايه العلاقه اللي بينك وبين ربك؟ يعني انا ساعات بشوف كده ان ربنا بيكشف لك حاجات، انت بتشوف حاجات احنا مش شايفينها. انا بتكلم بمنتهى الامان. يعني كل نظره ليك للمستقبل بتبقى ثاقبه، ثاقبه وفي مكانها وفي وقتها. يعني تجهيزات الجيش، انه يصرف على القوات المسلحه، كل ده. شفنا اعلام الاخوان الارهابيه كان طالع عمال يهاجم وبطول المصري. لا لا، مش بطول المصري، الجيش المصري اهم. ودلوقتي كلنا عارفين ان الجيش المصري اهم. لو رغيف العيش اللي في بيتي احتاجه الجيش المصري هاخده اوديه على القوات المسلحه. ليه؟ نحيا بكرامه، نعيش بكرامه، ما ندنس اراضي سيناء الطاهره بقوات جيش العدو زي في بلاد حصل فيها كده. النصيحه اللي بقولها لكم، ادعموا جيش بلدكم، ادعموا جيش بلدكم. احنا عندنا رجاله دلوقتي في غزه، رجاله المخابرات العامه المصريه، ربنا يحافظ عليهم ويرجعهم لنا بألف سلامه. ادعموا رئيس مصر، لان هو الذكر الوحيد اللي موجود في المنطقه، الراجل الوحيد اللي طلع قال لا، انا دوله ذات سياده، لا اقبل ان دوله تفرض عليا سيادتها وامرها. وقال تهجير اهل غزه لسيناء او غيرها ده ظلم للشعب الفلسطيني، واحنا عمرنا ما هنبقى ظالمين. بالعكس، احنا الدوله المسانده لاخواتنا في فلسطين اخيرا وليس اخيرا. نلتف جميعنا خلف القياده السياسيه، الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحه المصريه، وقواتنا المسلحه المصريه، ونردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هو ده رمز البلاد، هو ده.
تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دي احسن خاتمه اختم بيها على الفيسبوك. دلوقتي انا هكمل على التيك توك. لو عايزين تخشوا على التيك توك صفحه المستشار امير نصيف المحامي. انا مستنيكم في اللايف. اقفل الفيس.